فيلمنا بيبدأ بواحدة اسمها كيت بتصحى من النوم وهي بتعيط. كيت كانت بتفتكر صاحبتها اللي ماتت قريب في حادثة عربية. كيت لسه مصدومة ومش قادرة تتجاوز موت صاحبتها وعايشة لوحدها في المزرعة. هي عندها أحصنة كتير بتهتم بيهم وكانت بتدي دروس ركوب خيل زمان، بس بعد موت صاحبتها بطلت تدي الدروس دي خالص، وعشان كده ما بقاش عندها طريقة تجيب بيها فلوس تصرف على المزرعة. وهي قاعدة في المخزن بتسمع تسجيل صوتي لصاحبتها بيوصل تاجر كانت كلمته. التاجر سألها هي كلمته ليه، فخدته وورته سقف المخزن المكسور. قالت له إنها عايزاه يصلح السقف ده ضروري. التاجر قال إنه هيصلحه بس هياخد 9000 دولار. كيت زعلت جدا عشان مش معاها المبلغ ده، بس التصليح كان ضروري. عشان كده راحت تقابل طليقها اللي كانت سابته من فترة، وهناك قابلت مراته الجديدة وبنته كمان. ولما طلبت منه فلوس قال لها انه اداها فلوس كتير قبل كده، وقال لها لو محتاجة فلوس بيعي المزرعة دي لانها ملهاش لازمة دلوقتي، وقال لها انها لازم تعيش بقية حياتها لوحدها. كيت ردت وقالت انها مش هتقدر تبيع المزرعة لانها جزء مهم من حياتها، وقالت ان المزرعة دي عملتها هي وصاحبتها ودي اخر ذكرى منها. بعد كده طليقها سألها عن بنتهم اللي اسمها كلير. كيت قالت ان كلير بقت متدلعة جدا وما بقتش تمشي مع ناس كويسة، وقالت ان اصحابها بقوا وحشين وما بقتش تقعد في البيت خالص. طليقها اتهمها إنها أم مش كويسة وفشلت في تربيتها، بس في الآخر اداها شيك ب9000 دولار وقال لها ما ترجعيش تاني. لما كيت وصلت البيت شافت بنتها كلير جاية تزورها. حضنت كلير وسألتها إيه اللي جابك النهاردة. كلير طلبت منها الآيباد وقالت إنها عايزة تشوف رسائلها عشان موبايلها فصل. كيت ادتها الآيباد وكلير شافت رسائل كتير من تاجر مخدرات. التاجر كان باعت لها إنه عايز المخدرات بتاعته ترجع حالا، وهنا بنعرف إن كلير سرقت المخدرات بتاعته وهربت. بس دلوقتي كيت وكلير قعدوا مع بعض شوية ومبسوطين، وفجأة بالليل صاحبة كلير جات لهم البيت. كلير سألتها ازاي تجيلي البيت وتخاطري كده. صاحبتها قالت انهم لازم يرجعوا الحاجة اللي سرقوها، وقالت ان التاجر مش هيسيبهم في حالهم وبيهددهم بالقتل. كيت سمعت الكلام ده واستغربت وسألتهم في ايه بيحصل، بس كلير ما رضتش تقول لها حاجة ومشيت مع صاحبتها. ولما كيت كانت نايمة سمعت صوت غريب في البيت، راحت تشوف في ايه، لقت بنتها رجعت تاني بس كانت مسطولة خالص. كيت اتصدمت لما شافت بنتها بالحالة دي، خدتها فورا على أوضتها ونيمتها عشان ترتاح. تاني يوم الصبح كيت هديتها وراحوا عند البحر عشان تتكلم معاها. كلير قالت إنها مش قادرة تحكي أي حاجة عن الليلة اللي فاتت، وبعدين نزلوا يعوموا في المية شوية. بعد الظهر ولما كلير كانت بره البيت تاجر المخدرات جه يدور عليها، سألها فين الحاجة بتاعته وكلير كانت خايفة جدا وقالت ما تعرفش. بعدين شافت صاحبتها اللي كانت جابت التاجر لمكانهم. التاجر بدأ يضرب كلير وصاحبتها بعنف، بس كيت جت بسرعة ووقفته عند حده. التاجر قال لكيت إن بنتها سرقت بضاعته ولو ما رجعتهاش هيقتلها. كيت خافت جدا وقالت له إنها هتتصل بالبوليس. التاجر خاف من سيرة البوليس ومشي من المكان مؤقتا. بعد كده كيت خدت كلير ودخلوا البيت وسألتها عملتي إيه؟ سألتها إيه هي البضاعة دي وليه الراجل ده بيطاردك؟ بس كلير كانت لسه مش راضية تحكي أي حاجة لأمها. ولما رجعوا البيت بالليل كيت شافت إن صاحبة كلير جت تاني. كيت اتضايقت ودخلت كلير جوه وقالت لها تبعد عن الناس دي. كلير قالت لها يا ماما أنا بحب صاحبتي دي وما اقدرش اسيبها، وبعدين طلبت منها 10000 دولار وقالت لها اتصرفي وهاتيهم. كيت اتصدمت من طلب بنتها ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. كلير كانت بنت عاقة لدرجة انها راحت ورا امها عشان تأذيها، ولما لقت الباب مقفول قالت لصاحبتها تسرق كلب امها وتحطه في العربية. هددت امها انها لو ما دفعتش الفلوس هتقتل الكلب بتاعها. كيت خافت جدا وجريت على الكلب بتاعها عشان تنقذه. كلير بدأت تضرب أمها وتعتدي عليها. صاحبتها بعدتها عن أمها وخدتها ومشيوا. كيت قعدت تعيط بحرقة بسبب تصرفات بنتها القاسية دي. تاني يوم واحدة صاحبة كيت جت تزورها في المزرعة. كيت فرحت جدا لما شافتها وحكت لها كل حاجة عن كلير. صاحبتها قالت يا خبر بنتك دي بقت صعبة جدا، ونصحتها إنها لو محتاجة فلوس ترجع تدي دروس ركوب خيل تاني عشان الناس تتعلم وهي تكسب فلوس وتصرف على نفسها. بعد كده الاتنين قضوا وقت حلو مع بعض عشان ينسوا الهم. بالنهار اشتغلوا في المزرعة وبالليل رقصوا وانبسطوا. تاني يوم الصبح لما كيت صحيت لقت رسالة من صاحبتها إنها مشيت. كيت رجعت تاني تشوف شغلها في المزرعة لوحدها، وبالليل وهي قاعدة فجأة بنتها كلير دخلت عليها البيت. كيت اتفاجئت بشكلها لأن هدومها كانت مليانة دم. كلير كانت مرعوبة، ولما كيت سألتها في إيه حكت لها المصيبة. قالت لها إنها اتخانقت مع صاحبتها وضربتها بحجر على راسها وماتت، والدم اللي على هدومها ده دم صاحبتها اللي ماتت. كيت اتصدمت وبنتها قعدت تعيط وتترجاها ما تسلمهاش للبوليس.
كيت سألتها فين الجثة دلوقتي، وكلير قالت لها في العربية. لما شافت الجثة حست إن الدنيا لفت بيها، قالت لبنتها ما تقلقيش أنا هتصرف في الموضوع ده. كيت عملت خطة عشان تتخلص من الجثة وتبعد الشبهة عن بنتها. هي كانت مستعدة تعمل أي حاجة عشان تحمي بنتها مهما كانت وحشة. حطت الجثة في عربية كبيرة وخدتها وراحت عند البحيرة. كسرت موبايل بنتها الأول، وبعدين خدت الجثة في مركب وراحت لنص البحيرة. ربطت الجثة بحجر تقيل ورمتها في المية عشان تغطس. بعد ما خلصت رجعت وهي متوترة جدا من اللي عملته. راحت لكلير وقالت لها تقول إيه لو حد سألها أي سؤال. كلير سألتها عملتي إيه في الجثة، وكيت طمنتها إنها غرقتها في المية. دلوقتي كلير قعدت مع كيت في البيت كام يوم، وبعدين قالت لأمها إن الجثة لما تعفن هتطوف على وش المية. كيت قالت لها ما تخافيش أنا مأمنة كل حاجة. كيت عرفت إن عشان تنقذ بنتها لازم تدفع الفلوس لتاجر المخدرات. تاني يوم راحت للتاجر وادته الفلوس وقالت له ابعد عن بنتي. كلير لما عرفت كده حضنت أمها وقالت لها إنها أم عظيمة. تاني يوم الصبح كيت رجعت من الجري، ما لقيتش كلير في أوضتها. دورت في البيت كله بس كلير كانت اختفت تماما. كيت افتكرت إن كلير كانت فاتحة حسابها على الآيباد فحددت مكانها. كيت عرفت مكان كلير وراحت لها، وهناك كانت الصدمة الكبيرة. لقت كلير قاعدة مع صاحبتها اللي المفروض إنها ماتت. كلير وصاحبتها هربوا أول ما شافوا كيت جاية عليهم. كيت سألت نفسها لو صاحبتها عايشة، أمال مين الجثة اللي دفنتها؟ عشان تحل اللغز ده بدأت تفتش في رسائل بنتها القديمة، بس ما لقتش أي دليل يعرفها مين صاحب الجثة دي. تاني يوم راحت البحيرة تدور على الجثة، ما لقتش لها أثر. ضابط الشريف جه سألها بتعملي إيه هنا لوحدك؟ قالت له إنها بتحب تعوم بعيد، ومشي الضابط وسابها. كيت قعدت تدور تاني بس ما وصلتش لأي حاجة ورجعت البيت. قعدت تسمع تسجيلات صاحبتها وتفتكر أيامهم الحلوة زمان. كلمت صاحبتها وحكت لها اللي حصل، وصاحبتها جت لها البيت. صاحبتها عرضت عليها تيجي تعيش معاها عشان ما تقعدش لوحدها. كيت وافقت وخدت صاحبتها ودخلوا البيت يتكلموا. بالليل جت رسالة على موبايل كيت إن التاجر واقف بره بيتها. كيت قالت للتاجر إنها مش موجودة ومش هتقدر تقابله. التاجر قال لها لازم تيجي بكرة لأنه عارف جثة مين اللي في البحيرة. كيت خافت وراحت بيتها تاني يوم والتاجر قابلها هناك. كيت طلبت منه يحكي لها كل حاجة ويعرفها الحقيقة. التاجر قال لها إن الراجل اللي اشترى المخدرات مات من كتر الشرب، وعشان يداروا على الجثة دي هم عملوا الخطة دي كلها. قال لها إنهم كذبوا عليها وقالوا إن الجثة دي صاحبة كلير، وكل ده عشان كلير تمثل عليها إنها بتعيط وتصعب عليها، وكده كيت تدفع الفلوس وتخبي الجثة بنفسها وتلبس الليلة. قال لها بنتك استغلتك عشان مصلحتها وضحكت عليكي. كيت اتوجعت جدا وما كانتش مصدقة إن بنتها تعمل فيها كده. سألت التاجر أنت جاي ليه دلوقتي وعايز إيه تاني؟ التاجر قال لها إنه محتاج فلوس زيادة وهيقعد معاها في البيت، وهددها إنه لو ما خدش فلوس هيبلغ البوليس بكل حاجة. التاجر بيبتزها عشان هي وبنتها يروحوا في داهية لو ما دفعوش. كيت حاولت تكلم البوليس بس التاجر منعها وخد الموبايل. قال لها تصرفي في الفلوس بأسرع وقت وإلا هتندمي. سألها جبت الفلوس اللي فاتت منين؟ قالت له من المزرعة. تاني يوم ورته أوراق التأمين على المخزن وكانت ب100,000 دولار. التاجر قال المبلغ ده قليل وسألها لو مأمنة على الحصنة. كيت قالت له مأمنة عليهم، والتاجر فرح جدا بالخبر ده. قال لها هنموت الحصنة ونولع في المخزن وناخد فلوس التأمين كلها. وبعدين التاجر شاف واحدة ست جاية ناحية المزرعة. كيت قالت له دي جاية تاخد درس ركوب خيل وهتمشيها. التاجر راح بنفسه للست وقال لها تمشي فورا. الست استغربت وسألته انت مين وبتعمل ايه هنا؟ قال لها انا العامل الجديد في المزرعة وبساعد كيت هنا. الست مشيت والتاجر رجع لكيت وقال لها انه مشى الست. تاني يوم كيت طلبت كمية قش كبيرة وحطتها في المخزن. ربطت الحصنة هناك وجهزت كل حاجة للخطة بتاعتها. بالليل ولعت النار في القش والتاجر شاف الحريق وهرب بعربيته. تاني يوم المطافي والبوليس جم يحققوا في الحريق. المحقق قال لكيت انهم لقوا جثة محروقة جوه المخزن. سألها مين كان عايش هنا وقالت له كان في عامل ومشي امبارح. البوليس قبض على التاجر المخدرات وحققوا معاه. المحقق قال ان التاجر جه هنا عشان يسرق ولما اختلفوا قتل العامل، وعشان يخفي الجريمة ولع في المخزن وهرب. التاجر اتصدم وقال دي كيت هي اللي بتلفق ليا التهمة دي، بس المحقق قال له الأدلة كلها ضدك وما صدقش كلامه. الحقيقة ان كيت اتفقت مع صاحبتها وعملوا الخطة دي سوا. راحوا البحيرة وطلعوا الجثة ونقلوها للمخزن قبل الحريق. كيت هربت الحصنة قبل ما تولع عشان ما يموتوش. كيت عملت كل ده عشان تخلص من التاجر وتحمي نفسها وبنتها، وهي اللي خلت الست تيجي عشان تشوف التاجر وتشهد انه شغال هنا. وبكده التاجر لبس تهمة القتل والحريق
والقضية اتقفلت، وكيت خدت فلوس التأمين وبنت المخزن من تاني وبقت حرة. بعد فترة كلير رجعت البيت وهي ندمانة وبتعيط، كانت مخسوفة من اللي عملته في أمها وتضحية أمها عشانها. أمها سامحتها لأن قلب الأم كبير وبيسامح مهما حصل، بس لازم نتعلم إننا ما نعملش الغلط ونسمع كلام أهالينا، لأن اللي ما بيسمعش كلام أهله بيشوف أيام صعبة في حياته. لو عجبتك حكاية النهاردة اخبط اللايك المتين دلوقتي واشترك في القناة عشان يوصلك كل قصصنا الجديدة أول بأول. ولو عايزنا نلخص فيلم معين اكتب لنا اسمه في الكومنتات. سلام يا معلم.